انت وهي خلاص حرام عليك، معاها ست، معاها بنت صغيره. خلاص ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. بص على المكنه دي بتتعلق بظهرها. معاها ست. ايوه ايوه معاها ست. ارجعي ورا. طلعوها يا جماعه، طلعوها. هي طلعوها، طلعوها بالله عليك. رجع العربيه دي ورا، خليها تطلع. بتتهجم عليها. ما تخافيش ما تخافيش. بس ماشي. طلع عربية. هو اي واحد خارج عن القانون ومش عارف قانون بلده ولا عارف يحترم نفسه ولا عارف يحترم الناس يطلع بجملة هو انت مش عارف انا مين؟ ما هو انت لو حد تقيل وحد محترم كنت احترمت نفسك، ما كنتش تبقى راجل كبير عريض كده وعاوز تتهجم على واحدة ست وهي معاها عيال جوه العربية والناس تحوش فيك ما بتتحش. يعني انت مين؟ انت بني ادم في الاول وفي الاخر، رحت جيت بني ادم. اللي بيحصل ده كتير قوي بجد. الست اللي كانت معاها ست ب100 راجل خلت الناس تتلم وصورته وبقت واقفه جنبها تهديها وبقت واقفه جنبها تقول لها ما تخافيش ما تزعليش اهدي بس، وقعدت تتحايل على الناس ان هم يطلعوها بالعربيه. يعني انا مش عارفه ايه سبب المشكله ايه، بس من الواضح ان هي اكيد الست عملت حاجه في العربيه يعني، او خبط يعني عربيه خبطت عربيه حاجه كده يعني، مشكله طريق. لكن ان انت توقفها وان انت عاوز تتهجم على ست، طيب ما انت راجل وبعدين انت مش شايف نفسك؟ مش شايف جسمك قد ايه؟ عايز ايه منها يعني؟ هتضربها؟ عايز منها ايه؟ ليه حالة الرعب اللي انت مخلي الست فيها دي واللي واضحة واللي احنا شايفينها؟ فما بالك بقى العيال اللي معاها يعني حالتهم عاملة ازاي؟ ايه الاوفر ده؟ واي واحد بقى يطلع عن القانون وكاسر القانون ومش عارف حدود لاي حاجة يقولك انت مش عارف انا مين. انت مين؟ بني ادم. بني ادم في الاخر هيدفن والدود هو اللي هياكله. بني ادم مين؟ ما تمشوا عدل. ايه هتتهجم على ست؟ هي فين النخوه يا جماعه؟ هو في ايه بجد؟ والله العظيم بجد فين النخوه؟ جسمانيا انت اقوى، محسومه من زمان. ده ستنا حواء مخلوقه من ضلع سيدنا ادم. يعني الراجل اقوى والرجال قوامون عن النساء، اقوى بدنيا وعضلات اقوى. فانت بتتهجم عليه على اساس ان هي يعني ان انت هتغلبها. طب ما انت كده كده محسومه ان النتيجه من الاول محسومه. لكن ايه اللي بيحصل؟ فايه اللي احنا بقينا نشوفه ده؟ والناس اللي بتحوشك عمال تتخانق معاهم وتسبهم وتشتمهم. طب ليه؟ دول هما بيمنعوك ان انت تعمل بلوى ومصيبه. ما هو انت منفعل هتعمل بلوى، فهم بيمنعوك عن البلوى تشتمهم وتتخانق معاهم اكتر واكتر. بجد بقى في افواره مش طبيعيه بقت بتحصل كده كتير قوي. يعني اللي بقينا نشوفه ده بقى كتير، والرجاله ما بقتش عارفه حدودها، والستات يعني بقت يعني انتوا بتقولوا الستات بقت عامله زي الرجاله. ما هو من اللي بيحصل. ما هو زمان ما كانش فيه راجل بيقف لست ابدا ابدا ابدا، كان مستحيل. كان بيروح بقى لحد من رجالتها، باباها، اخوها، جوزها، خالها، يقول له يا عم هات لي حقي. لكن ما كانش بيقف لها ابدا، عشان دي من اهم يعني علامات الرجوله. دي صفات الراجل بيكتسبها في حياته. مش معنى ان انت اتولدت ذكر في البطاقه ان انت بقيت راجل، لا. ده انت بتتعلم الرجوله دي على مدار حياتك. في صفات يعني بتكتسبها تخليك راجل، زي ان انت ما تقفش لواحده ست. دي اول حاجه في الرجوله. فاللي احنا بقينا نشوفه ده بقى كتير وبقى مبالغ فيه بجد. والله العظيم يعني ربنا يطلعنا من الدنيا دي على خير.